لو انت بقى موظف او طالب في كلية او حتى عاطل عن العمل وتعبان من ارتفاع الاسعار وعايز تزود دخلك، فانا هقولك على كذا حاجة تقدر تشوف اللي يناسبك منها وتتعلمه ويجيب لك مصدر دخل كويس. اول حاجة معانا النهاردة هو مجال التسويق الالكتروني. دلوقتي كل حاجة حوالينا بقت اونلاين بدل اللف والبهدلة وتضييع الوقت، فالمجال ده الطلب عليه بقى كبير جدا، وبقى سهل انك تعمل منه فلوس بكذا طريقة. ابسطها انك تشتري حاجة جملة بكميات وتبيعها قطاعي، عن طريق بقى انك تعمل اعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك واليوتيوب واعلانات جوجل وغيرهم كتير. اما بقى لو مش معاك فلوس تشتري، ففي حاجة اسمها افيليت او التسويق بالعمولة، وده بقى كل اللي مطلوب منك فيه انك تعمل تسويق لمنتجات الغير على صفحتك وتاخد عمولة على كل بيعة بتحصل عن طريقك. وطبعا بيبقى فيه شوية قواعد كده عشان تقدر تاخد فلوسك وتحقق ارباح. ولو ده مش مناسبك وعايز تشتغل مع شركات، ففي حاجات تانية زي تحسين محركات البحث أو SEO، وده كل هدفك فيه إنك تخلي الصفحة أو الموقع بتاعك يظهر في النتائج الأولى لما تعمل عليها بحث. وفي برضو كتابة المحتوى، وده من أهم الأقسام. زي ما بيقولوا كده المحتوى هو الكينج، وهو إنك تكتب محتوى ممتع ومفيد يقدر يشد العميل ويخليه يفكر يشتري سواء المنتج أو الخدمة اللي انت بتعرضها. وفي كمان الرد على العملاء ومتابعة الإعلانات وأقسام تانية كتير، بس اللي فوق دول أهمهم. مجال التسويق الإلكتروني مجال كبير جدا ومتشعب ومطلوب، لأن الناس مش هتبطل تشتري، وأنا هنا يدوب فتحت لك الأبواب. أما بقى لو عايز تعرف معلومات بالتفصيل فعندك كنز اسمه جوجل ويوتيوب. لو أنت مهتم يلا اجري عليه واعمل بحث عن المجال ده وشوف اللي يناسبك. عايز أقول لك حاجة، المعلومة مش هتجيلك بالجاهز، أنت مطالب إنك تسعى. اجري على المعلومة، اتعلم حاجة جديدة، خصوصا اليومين دول. يعني لو انت عندك ساعتين 3 فاضيين بعد ما تيجي مثلا من شغلك او دراستك، يا ريت تستغلهم كويس انك تتعلم حاجة جديدة تجيب لك فلوس بعدين. اما بقى لو عجبك المحتوى فما تنساش تعمل فولو او اشتراك عشان تتابع معانا كل جديد.